ناس بكري قالوا باش تجيك ماكلتك بنينة مرقي بالدمعة وطيبي على الشمعة. واليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم الزيتون بالشامبينيون والداند يجي كراف بنين. اول حاجة جبت الداند تاعي ربيت عليه حبة تاع بصل وحطيت عليه مغرفة تاع السمن والزيت وزدت عليه لي زيبيس اللي هما الكركم سكينجبير الملح فلفل اسود وشوية تاع قرفة مع شوية زعفران. قليت كل شغاية حتى يتشرب هذاك الدن ديك البنة، ومن بعد مرقت بالمغالي وبلات عليه في لاكوكوت. وإلا عجبكم الفيديو حتى لدروك دعموني بلايك وخلوا لي رايكم في التعاليق باش نعرف واش يعجبكم اكثر. كي يطيب شويه زدت عليه الزيتون والشامبينيون ورقه تاع الرند وخليته كاع يطيب. ونعطيكم طريقتي باش الزيتون يجي حلو. كي نشريه انايا زعما لا شريت كونتيتي غادي نولي نبدل له الماء كل خطره 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 باش هكا يولي لي حلو. نديره في قابصه نديره في فريجيدير ونلقاه واجد في كل استعمال. كيفاه خرج لي داك الزيتون شوفوا جا حلو وعسل وديك المرقه خاطره ما جاش زعما معمر ما ولا. وهذاك الداند بعد ما طابلي قلعته ودرته يتحمر في الارفراير اللي ما عندهاش الارفراير تحمره في الفور نورمال. المهم البنه والمهم شوفوا كيفاش خرج راني زينتها بشرائح تاع الليمون كيما نعرفوا باللي العين تاكل قبل الكرش. وطاجين بنين وساهل وجديه لضيافك ولا حتى ليك ولعائلتك. وفي الأخير نتمنى الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا معايا. سلام، نتلاقى في بنة جديدة وفيديو جديد.